الثانية لرحلة دور الأربعة في المجموعة الثانية بعد أن طار الاتحاد بالبطاقة الأولى مبكرا. النصر زاد من سخونة المنافسة بعد أن اقتنص نقاط اللقاء الذي جمعه مع هجر هذا الأسبوع بهدفين دون مقابل. المباراة بدأت بهجوم لفريق هجر وسيطرة ميدانية قابلها تراجع النصراوي، ولكن بعد مرور نصف ساعة عاد لاعبو النصر لأجواء المباراة، واستطاع هداف الفريق مهار الظفيري إحراز هدف السبق بقذيفة رائعة. وفي نفس الدقيقة من الشوط الثاني عاد الظفيري ليؤكد أنه هداف بارع عندما أضاف هدفا ثانيا للنصر بقدمه مرة أخرى ليرد على من اتهموه بأنه لا يجيد التهديف إلا برأسه. بهذا الفوز ارتفع رصيد النصر إلى 17 نقطة ليقابل فريق الشباب يوم السبت لتحديد الطرف الثاني في المباراة النهائية. الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 32. شوفوا بالبطيء، شوفها بالبطيء، شوف لما الكرة تنهرب عالجها بالمرمى واحرز الهدف الثاني للنصر، واصبحت النتيجة هدفين للنصر لا شيء لهجر.